بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة يا حبايبي الفيديو بتاعنا مختلف شوية، مش فيديو طبخ ولا حاجة. هعرفك ازاي تعيني الفاكهة لأسبوعين كاملين في البيت من غير ما يجرالها أي حاجة وتفضل طازة زي ما هي. هنا أنا العنب طبعا من الحاجات اللي جلدتها رقيقة ما بتستحملش لما بتغسليه وتحطيه في التلاجة، بيفضل يومين وتلاقيه خلاص ما يلا السلامة. فهنا انا هاجي اعمل ايه كده. عندي طبعا يا حبايبي عندنا كلنا اولادنا عند ربنا يخلي عندهم ايه في المدارس، وعندهم ورق وكراسات وحاجات من دي. هاخد كراسات كده وافرشها مثلا ايه في الطبق البلاستيك بتاعي او المصفى او اي حاجه، او طبق الفاكهه اللي ايه اللي بنحطه في التلاجة. هنيجي نحط كده حته العنبه من غير غسيل، مش هتغسلي الفاكهه بتاعتك، والله العظيم بتفضل عندي بال15 يوم. يعني انا جربتها الاول والله بقاله 15 يوم عندي، يعني دولت 2 كيلو عنب يفضلوا عندي مثلا ايه 15 يوم، مش ان هي او كيلو حتى. ولو هيتاكل لو هيتاكل على طول يا حبيبتي، انا مش بقول لك فرزيه ولا عينيه ولا حاجات من دي، لا انا بقول لك تحافظي عليه ازاي ما يبوظش. احنا بنغسله وتاني يوم ولا في نفس اليوم بتلاقيه ايه ما عادش حلو. لكن كده بيفضل محافظ على نفسه ويفضل فل وفرش كده. تحط ورقه وتقومي جايه حاطه ورقه تانية اهو بينه وبين ايه العنقود والعنقود، تحطي ورقه اهو يا حبايب قلبي. هنا الورقه ديت بتحافظ عليه وتخليه طازه خالص اهو يا حبايب قلبي كده اهو. ده العنبه بتاعتنا، حته العنبه بتاعتنا، العنب بتاعنا اهو، وتقومي ايه مغطياه يا حبيبتي، وتقومي مغطياه ايه مغطيه حته العنبه اهي. الوش بتاعه برضو تلفيها ايه بورقه كده وتغطيها بورقه علشان ايه، عشان الرطوبه دي الرطوبه تفضل كده ايه محافظ على نفسه تفضل محافظه على نفسها كده في التلاجة وتفضل طازه. نفس الشيء ايه دي هناخدها نغسلها ايه للاكل. نفس الشيء برضو عندك مانجا او حاجه او اي فاكهه اي نوع فاكهه. فانا انا دلوقتي بوريكم ايه الحاجه اللي انا جايباها. شايفين ورقه اهي يا حبيبتي اهي، وهتلفيها كده ما تغسليهاش الميه شايفين، هتفضلي محافظه عليها وتفضل فله لحد مده طويله يعني. او لو يعني مش هتقعد العمر كله لا، بس في حاجه طول ما هي عندك انت محافظه عليها، يعني هي حلوه كده طول ما هي موجوده ما هتتبلش، هتفضل طازه وفريش يا حبايبي. احنا عندنا طبعا الاولاد كلنا اولادنا بسم الله ما شاء الله ربنا يخلي بيحبوا المانجا بتفضل كده ما يجراش لها اي حاجه. دي حاجة بسيطة يا حبايبي كده بنجرب مع بعض وبنعرف بعض الحاجات اللي احنا بنعملها في بيوتنا، كل واحد بيدي خبرته للتاني. هتعمليها كده هتفضل بصي دي تفضل الحباية صحيحة وفلة، لا هتدبل ولا هتعمل عنقود ولا اي حاجة يا حبايب قلبي. يعني ديت عن تجربة ان انا عملتها وجربتها الاول، وبعدين قلت ايه هوريها لكم على الطبيعة كده. تفضل والله العظيم تفضل عندي اسبوعين في التلاجة. يعني انا مثلا ايه ما بجيبش كل اسبوع ولا حاجة، ديت بتفضل بقى كل ما حد يعوز حتة يجيب حتة كده، بيجيب الحتة يغسلها وياكلها، وتفضل من اول حباية لاخر حباية بتفضل طازة ومحافظة على نفسها. لا السقعة لا الغسيل والكلور اللي في المية بيبوظها ويبهدلها ولا اي حاجة. فضلا وليس امرا كده اشتركوا في القناة وحطوا لايكات وتعليقات ويقولوا لي كده مين بيعمل زيي. الحاجة غالية يا حبايبي واحنا بنحافظ عليها. احنا عاملين القنوات يا حبايبي مش استعراض للي احنا بنجيب كتير او حاجة زي كده، لا
احنا عاملينها علشان التوفير، الحاجة غالية فاحنا بنحافظ على الحاجة، بنحافظ على الحاجة من الإهمال، من إن هي تبوظ، إن هي تترمي، حاجة زي كده كله إيه بنحافظ عليها.